السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبيه جديده. بالنسبه لطلبيه اليوم فكانت لواحد المناسبه خاصه واللي خدمت فيها حلوه اللاير كيك بواحد الحجم اللي هو صغير كافيه ل6 الاشخاص. وخدمت ايضا كاب كيك بنفس الكريمه اللي حضرنا بها اللاير كيك، وغير بيضه واحده غادي نتحصلوا على 6 ديال لي كاب كيك من الحجم الكبير. وايضا طلبيه كان فيها 6 ديال لي ميني تشيز كيك غادي نشاركوا معكم ان شاء الله بواحد الكريمه اللي رائعه اقتصاديه وناجحه، واخا حتى المبتدئات غادي يخدموه بعينيهم مغمضين. وغادي نحضروا ايضا بواحد الكلاصاج في اللون الاحمر واللي غادي يكون اقتصادي وسهل جدا، غنحضروه غير بالمربى. تبعوا معايا حبيباتي الفيديو حتى الاخير، ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كل شيء في وسط الفيديو بادق التفاصيل. غنشارك معكم الاثمنه ديال كل حاجه والوزن ديال هاد الطارطه هذه اولا ديال هاد اللاير كيك. غير ما تبخلوش عليا حبيباتي باللايك ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو باش تشجعوني انني نزيد نعطيكم اكثر واكثر، وايضا باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، وبارطاجيوه مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الفائده. وما تنساوش لاول مره كتزوروا القناه ديالي تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. ويلا نبداو بسم الله على بركه الله. وهنا اول حاجه غنبدا بها لان ما عنديش الوقت بزاف ولا كوموند خصها تخرج في نهارها. غادي نحضر لا غاناش والشوكولا هو الاول باش يبرد، عاد ندوز لتحضير الاشياء الاخرى. غنحتاج هنايا 500 غرام ديال الشوكولات الاسود. انا هنا استعملت هذا ماكاو، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الشوكولات متوفر عندكم، حتى الا بغيتوا ديروا كالا اولا المهم غير داك بديل الشوكولاته راه تقدروا تستعملوا. انا هنا قطعتها طريفات صغيره باش تساعدني دغيا تذوب. وغنحتاج هنا 500 مليلتر ديال الكريمه السائله، يعني نصف لتر ديال لا كريم فريش، الكريمه اللي كنشاركها معكم دائما واللي هي ماجيك. بالنسبه للطريقه فغناخذ ديك الكريمه غنديرها في واحد الكاسرونه وغنديرها على نار مهيله، غنخليها حتى تغلي. ضروري ومهم جدا ان الكريمه ديالكم خصها تبدا كتغلي وكتبدا دير دوك الفقاعات في الكريمه. من بعد ما كتغلي مباشره كنخويها على الشوكولاته اللي عندي وكنبدا نحرك حتى كتذوب لي ديك الشوكولاته كامله، ما كيبقاوش نهائيا الطريفات ديال الشوكولات. الا حسيتوا بان الشوكولاته ما دابش لكم تقدروا ترجعوها فوق حمام مائي حتى كتذوب لكم الشوكولات. صافي هنايا من بعد ما كتذوب لي الشوكولات غنغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغنديرها تبرد. خصها تبرد على الاقل واحد ساعه ونص اولا ساعه على الاقل باش تطلع لي الكريمه وتجيني ناجحه. غندوز هنايا نحضر الجينواز اللي غنحضر بها اللاير كيك. بالنسبه للجينواز غنحتاج فيه هنايا 5 الحبات ديال البيض، الحجم ديالهم متوسط ماشي صغير بزاف وفي نفس الوقت راه ماشي كبير بزاف. 150 غرام ديال السكر حبيبات ما يعادل كاس ديال العنبه. عندي هنايا 150 غرام ديال الدقيق الابيض، تقريبا كاس ديال العنبه زائد ملعقه. وعندي هنايا 2 الاكياس ديال السكر بنكهه الفانيليا، ورشه ديال الملح دائما في جميع الحلويات لتصحيح الذوق. هنا بالنسبه لهاد الجنواز راه ما فيهاش الزيت وما فيهاش الحليب، يعني هذه هي الجنواز الحقيقيه اللي كنديروا فيها الزيت والحليب وكتكون فيها الزيت والحليب بكميات كثيره، فهذيك كتكون بديله للجنواز. فهنا غادي ندوز باش نطلع البيض، ضفت عليه السكر وديك رشيشه الملحه والفاني وغنديروا في البيتران اولا ممكن تطلعوا غير بالخلاط الكهربائي يعني الباتور. غنطلع داك البيض مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيتغير اللون ديالو من اللون الاصفر للون الابيض. ضروري باش تحصلوا على واحد الجينواز اللي هي ناجحه وخفيفه وكتجيكم هكذا مهويه من الداخل، خصكم تحصلوا على هذا القوام هذا ديال البيض. هنا بالنسبه للدقيق فغادي نضيفوا على 2 ديال الدفعات، غادي نغربلو مباشره فوق البيض. غنضيف الدفعه الاولى كنخلها وكنحرك بنفس الخلاط اللي خلطت به البيض اولا داك الفوي، وكنبدا كندخل في داك الدقيق من التحت للفوق حتى كيدخل لي الدقيق كامل في الخليط ديال البيض، وكنتحصل على واحد الخليط ديال الجينواز اللي هو ليس ورطب بحال هكا. هنايا خديت واحد اللاطه اللي القياس ديالها 55 سنتيمتر على 36، فرشت ليها الورق ديال الفرن وغنوضع فيها الخليط ديال الجينواز ديالي، وغنبدا هكذا كنمشيه بواحد سباتول اولا واحد الملعقه خشبيه على ديك اللاطه كامله كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنا في هذا الاثناء الفران ديالي راه كيسخن، سخنته من قبل تقريبا واحد 10 دقائق، وغندخل فيه الجينواز ديالي كطيب مده ديال 10 دقائق. انا عندي فرن غازي كنطيبها غير من الفوق تقريبا واحد 8 دقائق وكنهبطها لتحت باش تذهب واحد شويه من الوجه ديالها.
وهنا غادي ندوز باش نحضر الخليط ديال الكاب كيك. غنحتاج فيه هنايا بيضه واحده فقط، لانني غادي نحتاج غير 6 الحبات، وملي ما كيكونش عندي الوقت كنحاول انني نخدم حدو قدو، يعني غير القياس اللي عندي. كيف ما قلت لكم غنحتاج حبه ديال البيض، نصف كاس ديال السكر حبيبات واحد 75 غرام، نص كاس ديال الحليب 100 مليلتر، نصف كاس ديال الزيت النباتيه نفس الشيء 100 مليلتر، وعندي كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض 120 غرام، كاس ديال العنبه يكون ممسوح، كيس ديال السكر بنكهه الفانيليا، ونصف كيس ديال الخميره الكيماويه تقريبا هنا عندي واحد 4 غرام، وواحد رشيشه ديال الملح بطبيعه الحال دائما لتصحيح الذوق. غادي نضيف هنايا رشيشه ديال الملحه على ديك الحبه ديال البيض، وكيس ديال السكر بنكهه الفانيليا، وداك نصف كاس اللي عندي ديال السكر، وغادي نطربو مزيان بالخلاط الكهربائي من الاحسن البنات، لان هنايا خصنا داك السكر يذوب لينا مزيان ويطلع واحد شويه، يعني ما يبقاش هكذاك اللون ديالو اصفر، يعني بحال يبيض يعني يطلع لينا كيف ما كتلاحظوا معايا بحال ملي كنخدموا الجينواز. صافي هنا كيف ما لاحظتوا معايا انا طلعت ديك الحبه ديال البيض مع داك السكر، غادي نضيف عليهم داك نص كاس ديال الزيت مع التحريك، يعني هنا راه ما حبستش من التحريك، وهنايا غادي نقص شويه من السرعه ديال هاد الباطور ديالي، وغادي نضيف داك نصف كاس ديال الحليب، غير يتخلط لي شويه داك الحليب مع المكونات اللي عندي صافي كنحبس بالتطريب. وصافي هنايا غادي نضيف الدقيق والخميره، لكن ما غنخدمش بالباطور، انا غنخدم غير بالفوي اولا خلاط يدوي. هنايا دائما الدقيق كنغربلو مباشره فوق الخليط ديالي، يعني ما كنغربلوش من قبل باش ما كيديرليش دوك الحبيبات هكذا في الخليط ديال الكيك اولا ديال الجينواز. هنايا كيف ما لاحظتوا معايا راني ضفت داك الدقيق مع داك نصف كيس ديال الخميره، وغادي نخلطو مزيان حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي كيكون هكذا ثقيل واحد شويه، ما كيكونش خفيف بزاف باش كيجيونا لي كاب كيك ناجحين. هنا احتاجيت هاد لي كيسات هادو اللي كيكونوا شويه كبار، هادي راه ماشي بحال لي كيسات العاديين، هادو الحجم ديالهم كبير شي شويه وكيكونوا قاصحين، يعني كيكونوا غلاض ما كيكونوش رطب، يعني بلا ما تحتاجوا ليمول ديالهم. وصافي هنايا كنبدا نعمر في هاد لي كيسات هادو بالخليط اللي عندي ديال الكيك. كيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول هكذا انني نعمرهم اكثر من النصف واحد شويه باش كيجيوني هكذا دوك لي كاب كيك مقببين، واخا انا صراحه ما محتاجاهمش مقببين، انا محتاجاهم انهم يكونوا بلا، يعني ما يكونوش بومبي هكذا. بالنسبه لهذا الخليط هذا راه يقدر يعمر لكم حتى ل10 ديال الحبات ديال لي كاب كيك الا كان الحجم ديالهم شويه صغير. صافي هنايا من بعد ما ساليتهم راه غندخلهم للفران يطيبوا على نار تكون متوسطه، كيطيبوا من الفوق حتى كيتحمروا كيذهبوا، وكنهبطهم لتحت الا كان خاصهم شويه يتحمروا مازال. صافي هنايا بالنسبه للجينواز ديالي من بعد ما طابت خدات معايا 10 دقائق بالضبط، نفس الشيء حتى بالنسبه لي كاب كيك. شوفوا معايا بالنسبه لهاد لي كاب كيك كيجيو رائعين وكيجيو خفافين ومهويين ومقطنين من الداخل. هنا بالنسبه للجينواز من بعد ما خليتها بردات واحد شويه باش تسهل عليا انني نزول لي هذاك الورق ديال الفرن، ضروري ما خصكم تخليوها تبرد. غادي ندوز هنايا باش نقطعها بواحد السيركل اللي القطر ديالو هنايا 18 سنتيمتر، اللي فيه هاد السيركل هذا على حسب انا حيت باغيه واحد الحلوه اللي يكون الوزن ديالها اقل من 2 كيلو. هنايا غادي نحتاج 7 ديال الطبقات، درت 6 ديال الطبقات عاديين، وبالنسبه للطبقه السابعه فحاولت انني نجمع دوك البقايا اللي عندي في الجناب وشكلت بهم هكذا واحد الطبقه. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديال الجينواز من بعد ما قطعتها. صراحه كتجي واحد الجينواز اللي هي ناجحه وخفيفه وكتجي صراحه زوينه. هنا بالنسبه للكناش من بعد ما برد خدات تقريبا واحد المده ديال ساعه، درتو في المجمد باش زربت عليه. غادي نطلعوه بالباطوغ حتى كنتحصل على واحد الكريم كناش مونطي بذوق الشوكولاته. بصراحه هاد الكريم كناش راها كتجي رائعه وحسن من لا كريم فريش بوحدها. هذه كتصبر يعني واخا تبقى بلا ثلاجه بلا مجمد راها كتصبر لكم اطول مده على برا. هنايا غادي ندوز باش نمونطي الحلوه ديالي. غادي نسقيها غير بالحليب، ما صوبتش يسيروا، درت غير الحليب هو غادي نسقيها به. غادي نبدا في المرحله ديال المونتاج. غندير الطبقه الاولى ديال الجينواز وسقيتها واحد شويه بالحليب، وغادي ندير هكذا الطبقه الاولى ديال كريم غاناش مونطي من بعد ما درتها في واحد البوش. ما درتلوش ديك لي دويل، درتو غير بوش عادي. وغادي نبدا هكذا كنعمر به الطورطه ديالي اولا هاد الحلوه هذه. كندير طبقه بطبقه، كندير طبقه ديال الجينواز نسقيها شويه بالحليب، وكندير طبقه ديال لا كريم غاناش مونطي، وكنبدا هكذا كنقادها مع الجناب
يعني باش تجيني مقاده ما تجيش هكذا جهه طالعه وجهه هابطه. بالنسبه لهذوك البقايا اللي حضرت بهم هكذا واحد الطبقه فغادي نديرهم في الوسط باش ما كيجيوش هكذا باينين. وصافي هكذا كنبقى مستمره كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كنكمل الطبقات اللي عندي كاملين ب7. بالنسبه لهاد اللاير كيك هذه فشحال ما جو فيها ديال الطبقات وشحال ما جات عاليه كتجي زوينه لان هي معروفه بكيكه الطبقات. هذا هو الاسم ديالها باللغه العربيه. يعني شحال ما قدرتوا ديروا ديال الطبقات غيكون احسن. وصافي هنايا من بعد ما ساليت الطبقات ديالي كاملين غادي ندوز دابا باش نغلف هاد الحلوه هذه بديك لا كريم غاناش نفسها اللي عمرت بها الحلوه. يعني هاد لا كريم غاناش موطيره كتصلح للحشو وكتصلح حتى للتغليف، يعني حتى في التغليف راها كتجي رائعه. هنايا كيف ما لاحظتوا معايا درت واحد الكميه ديال لا كريم من الفوق، حاولت هكذا انني نقاد الوجه ديال الطورطه من الفوق، وهنايا بديت كنغطي في الجناب ديال الحلوه ديالي باش ما كيكونش عندي يعني ما كيكونوش كيبان الجينواز من الجناب نهائيا. وحاولوا هكذا انكم ديروا واحد الطبقه اللي تكون لا باس بها باش كتغطيو كاع دوك الديفويات اللي كيكونوا في الجناب. هنا من بعد ما عمرت دوك الجناب كاملين بواحد سباتول اللي هي صغيره غندوز دابا باش غنليسي دوك الجناب باش ما يبقاوش عندي هكذا مدرجين اولا ما يبقاوش هكذا مقادين. غتاخذوا هكذا اي اداه كتليسيو بها اولا الا ما عندكمش بحال هاد الاداه هذه تقدروا تستعملوا غير مسطره عاديه تكون شويه طويله وكتبداو كتليسيو بها هكذا الجناب وكتقدوا بها الجناب بحال هكا كيف ما كتلاحظوا معايا. غنوضع الحلوه ديالي في المجمد تقريبا واحد نص ساعه اولا ربع ساعه على ما نحضر تشيز كيك. وهنا غندوز معكم للمقادير ديال التشيز كيك. بالنسبه للتشيز كيك فغنحتاج فيه هنايا بسكوي. انا حنا استعملت بسكوي ساده يعني بسكوي ديال الشاي. احتاجيت هنايا 350 غرام ديال هذا البسكوي هذا. استعملت هذا النوع هذا ديال توستادا. المهم نتوما استعملوا اي نوع سواء كان ماريا اولا هنريس اولا اللي متوفر عندكم. وهنا درت واحد 100 غرام ديال الزبده ذوبتها باش غنجمع بها هذا البسكوي هذا. استعملوها هي دافيه يعني ما تخلوهاش تتبرد. بالنسبه الكريمه فغنحتاج هنايا 250 مليلتر ديال الكريمه السائله يعني 4 لتر ديال لا كريم فريش. غنحتاج 250 مليلتر ديال الحليب، 150 غرام ديال الجبن. استعملوا اي جبن كتفضلوا يكون خاص بالدهن. انا هنا استعملت جبلي، تقدروا تستعملوا فيلادلفيا اولا استعملوا بيرلي اولا اللي متوفر عندكم. غنحتاج هنايا 3 المعالق ديال السكر حبيبات، عصير نصف حامضه، عندي هنايا معلقه كبيره ديال النشا كيف ما كتلاحظوا معايا. وغنحتاج واحد العلبه ديال الفلون هذا ديال درهم، فلون يكون بدون نكهه. بالنسبه لهذا الفلون هذا فغنعوضوا به جيلاتين. اللي بغات تستعمل الجيلاتين تقدر تستعملها، لكن انا كنفضل انني نستعمل هذا الفلون هذا كيجيني صراحه احسن من الجيلاتين. هنا بالنسبه للطريقه بالنسبه للبسكوي انا راه ديجا عندي مهرمش كيف ما لاحظتوا معايا، راه دوزتو هكذا في الطحانه هرمشتو واحد شويه يعني كتخليوه هكذا فيه شويه د القرمشه ماشي كترجعوه بودره. وضفت له هنايا ديك الزبده ولبستو مزيان بديك الزبده اللي ذكرت معكم حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي كيكون متماسك شيئا ما. هنا بالنسبه لليمون اللي غنستعمل هادو كنحضر فيهم صراحه لي تشيز كيك كيجيو روعه. عندي هنا هاد الليمون مفتوحين من الاسفل فداكشي علاش غلفتهم من التحت بالبلاستيك غذائي باش ما يلصقش ليا داك البسكوي لتحت. كنضمن انه يبقى شاد في داك السيركل اللي عندي. وصافي هنايا غادي نبدا نشكل في التشيز كيك ديالي. اول حاجه غادي ندير الطبقه الاولى ديال البسكوي. غنحاول هكذا انني ندير واحد الطبقه اللي تكون هكذا شيئا ما لا باس بها، ما تكونش غليظه بزاف، كتكون هكذا رقيقه شي شويه لان راكم عارفين التشيز كيك ما كيبغيش بزاف ديال البسكوي. وصافي هكذا كنبدا كنبسط داك البسكوي في المول ديالي، كنضغط عليه مزيان باش كياخذ لي داك الشكل ديال لو مول اللي عندي، وايضا باش كيجيني متماسك داك البسكوي ما كيبقاش يتفرتت ليا ملي نبغي نديموليه من هاد لو مول هذا. وصافي هنايا من بعد ما كنساليهم يعني كنعمر هذوك لي مول اللي انا محتاجه. انا صراحه هاد الكميه ديال البسكوي راه كفاتني لهاد 6 ديال هاد لي مول، عمرت بها هاد 6 وبقى لي واحد شويه درت بها واحد 2 ديال لي فيغين. من بعد فاش كنساليهم كنديرهم في المجمد باش كيتماسك لي داك البسكوي عاد. وكندوز باش نحضر الكريمه. هنا بالنسبه للكريمه
الطريقه غادي ندير داك الحليب في واحد الكاسرونه، غنضيف عليه السكر والنشا وداك الفلون، وغادي نديرهم فوق نار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر. ما تحبسوش نهائيا بالتحريك، بواحد الفويه هكذا اللي يكون صغير اولا ملعقه خشبيه، حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده ومتماسكه، يعني ما كتبقاش هكذا خفيفه. ضروري من التحركه البنات لان عندنا نشا، وراكم عارفين ملي كيكون نشا الا ما حركناش غيلصق لينا. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيرجع القوام ديال الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا. غنضيف عليها هنايا ديك 150 غرام اللي عندي ديال الجبن، وغنضيف عليها داك العصير ديال نصف حامضه، وغادي نحركهم مزيان. هنا راه باقي الكريمه عندي سخونه، غنحرك مزيان حتى كيدخل لي داك الجبن مع ديك الكريمه اللي عندي اولا داك الفلون اللي درت، وكنتحصل على واحد الكريمه اللي كتكون بهذا الشكل هذا، يعني كتكون خفيفه ومتماسكه في نفس الوقت. هنا بالنسبه لديك 250 مليلتر ديال الكريمه السائله، فغنطلعها بالباتور. غنحاول هكذا انني نطلعها حتى كتطلع وكتوقف لي الكريمه، وكترجع عندي واحد الكريم بحال كريم شونتيي بهذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا غنخلي الكريمه على جنب، وهنا غادي ندوز باش نحرك داك الكريمه اللي درت في الاول باش ما كتبقاش عندي دايره ديك القشره من الفوق. وهنا كنتاكد بان الكريمه عندي دافيه ماشي باقيه سخونه بزاف باش ما تهبطش ليا ديك الكريمه اللي عندي اولا ديك الكريمه اللي طلعت. هنايا كنضيف ديك الكريمه اللي حضرت بالنشا والفلو مباشره، كنضيفها على داك الكريم فريش اللي طلعت، وكنحرك واحد شويه، يعني غير بمجرد ما كيندمجوا لي دوك الكريمات بزوج مع بعضيتهم، يعني ما تحركوش بزاف باش ما ترجعش تهبط لكم الكريمه اللي طلعناها. صافي كيف ما لاحظتوا معايا كيكون هذا هو القوام ديال الكريمه ديالي. هذه هي كريمه الجبن الاقتصاديه والسهله والسريعه واللي بسرعه كتحضر، وحتى التشيز كيك اللي نحضروه بها ما يحتاجش انه يبات اولا يبقى واحد 6 سوايع، 10 دقائق ربع ساعه راه كيكون واجد. هنا بالنسبه لهاد البسكوي ديالي من بعد ما خرجته من المجمد راه تماسك وتجمد. الكريمه هنا وضعتها في واحد البوش، وغادي نحاول هكذا انني نوضعها مباشره فوق البسكوي ديالي. غنعمر هذاك اللومون اللي عندي كامل. كيف ما كتلاحظوا معايا كندير واحد الطبقه اللي تكون غليظه ديال هاد الكريمه هذه، لان راكم عارفين التشيز كيك كيبغي الكريمه بزاف. صافي وكناخذ هكذا واحد السباتول وكنبدا هكذا نقاد داك الوجه ديال الكريمه ديالي، كنساوي مزيان باش كيجيني داك الوجه ديال التشيز كيك كيجي مقاد وكيجي مساوي، ما كيجيش هكا جهه طالعه وجهه هابطه. من بعد فاش كنساليهم كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي داك الوجه ديال الكريمه مقاد وكيجي مساوي. غندخلهم دابا للمجمد واحد المده ديال نص ساعه على الاقل باش هكذا تماسك لي ديك الكريمه وكتجمد بسرعه. هنايا من بعد ما خرجتهم من المجمد كيف ما قلت لكم واحد نص ساعه صافي الكريمه كتماسك وكتجمد بسرعه، لان داك الفلون اللي درنا فيها هو اللي كيساعدها باش تماسك. هنا غادي ندوز نحضر معكم الكلاصاج اللي غيجي باللون الاحمر، حتى هو غنحضروه باشياء اللي هي اقتصاديه. غنحتاج فيه هنايا المربى ديال البرقوق، اولا ممكن تستعملوا اي مربى غير يكون النوعيه ديالو من هذا اللي كيكون عاقد، يعني ما يكونش داك الجاري اولا داك الخفيف، خصو يكون هذا النوع اللي كيكون عاقد. انا كنفضل نستعمل ديال البرقوق لانه هو اصلا كيجي بحال شكل الفلون. غنحتاج هنايا واحد العصير ديال نصف حامضه صغيره، وغنحتاج هنايا هاد لاغوم ديال الفرومبواز. استعملوا اي نكهه كتفضلوا، الا ما بغيتوش ديروا هاد الاحمر تقدروا ديروا اي مربى اخر كتفضلوا، والا ما كانش هذا اللي كيكون عاقد كيكون داك الخفيف غادي تضيفوا معاه واحد 2 معالق ديال السكر. هنا وضعت واحد 2 معالق ديال الكونفيتور ديال هذا البرقوق، ضفت عليه داك العصير ديال نصف حامضه صغيره ودرته فوق النار كيغلي واحد المده ديال 5 دقائق. خصو يغلي ضروري، ما خصو يغلي غيرجع عندنا واحد الخليط اللي هو خفيف بهذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا صافي هنا من بعد ما كنزولهم فوق النار مباشره كنضيف له واحد نصف ملعقه صغيره اولا راس معلقه صغيره ديال هاد لاغوم ديال الفرومبواز، وهنايا كنصفيه مباشره وهو باقي سخون باش يدوز لي من الصفاي. استعملوا البنات واحد الصفايه اللي كتكون رقيقه باش كدوز لكم داك الكلاصاج كيكون هكذا لامع وكيكون رطب ما فيهش نهائيا دوك الحبيبات ديال الكونفيتور. صافي وهكذا كنبدا نكلاصي به الوجه ديال التشيز كيك ديالي. كيف ما كتلاحظوا معايا صراحه هذا الكلاصاج كيجي رائع، كيجي لامع وكيجي يعني كيجي زوين بزاف. ممكن
ممكن انكم تستعملوه حتى في الطورطات، يعني ماشي غير في التشيز كيك. وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا كندير غير معلقه صغيره وكنبدا هكذا نمشيها على داك الوجه ديال التشيز كيك وهي باقا سخونه، لان هاد الكلاصاج هذا اولا هاد الكونفيتور هذا الا برد راه غيعقد يرجع يتماسك، وحنا خصو يجمد لينا فوق هاد التشيز كيك هذا. صافي كيف ما لاحظتوا معايا من بعد ما كلاصيتو كامل غنرجعو غير للثلاجه دابا على ما يبرد ليا ويتماسك داك الكلاصاج من الفوق. وهنايا بالنسبه للحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من المجمد خليتها تقريبا واحد نص ساعه اولا شي 45 دقيقه. هنا غادي ندوز نزينها، غنحتاج هنايا واحد الكاناش والشوكولا اللي غنزين به هكا الجناب ديال الحلوه. خديت هنا غير 100 غرام ديال الشوكولاط الاسود، ضفت له 100 مليلتر ديال الكريمه السائله ودوبته فوق حمام مائي حتى تحصلت على واحد الكاناش اللي كيكون بهذا الشكل هذا. وهنا بالنسبه للتزيين غادي نحتاج هنا بعض الانواع ديال البسكوي وديال الشوكولاط، ممكن تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم. هنا على حسب الطلب ديال الكليانه ديالي استعملت هاد الانواع هادو، استعملت هنايا ميلكا، كيندر، فيريرو روشي، استعملت هاد النوتيلا هذه الصغيره، استعملت ايضا رافاييلو. وهاد لي طابليت هادو ديال الشوكولاط راه كنحضرهم غير في الدار، غير بداك البلاستيك ديال لي طابليت هادو ديال الشوكولاط. وغنحتاج هاد الورق هذا الذهبي اللي كنحتاجوه في التزيين بزاف، صراحه كيعطي واحد الرقي للحلوه ديالكم، كتجي رائعه وكتجي راقيه. هذا راه كيتباين هاد البواطه هادي راه كدير 10 دراهم، راه كتزينوا بها بزاف ديال الحلويات. وهنايا بالنسبه للكريمه اللي تبقات لي راه درتها هكذا في واحد البوشا دوي اللي كيكون هكذا مسنن باش غنزين بها الحلوه ديالي. هنايا غنوضعها في هاد الورق اللي غادي نقدمها فيه اولا اللي غادي نصيفطها فيه للكليانه ديالي، وغادي نبدا كنزين في الحلوه. كيف ما لاحظتوا معايا داك الكاناش راه وضعته في واحد البلاستيك ديال المجمد اولا واحد الكورني، كديروا له هكذا واحد التقيبه وكتبداو هكذا ديروا دوك الدميعات مع الجناب، كتمشيوهم هكذا مع الجناب وكتبداو كديروا هكذا دوك الدميعات يعطيو هكذا واحد الشكل زوين للحلوه ديالكم. وبالنسبه للكاناش اللي تبقى لي راه عمرت به داك الوسط ديال الحلوه ديالي كامله. وهنايا خديت ديك الكريمه وغنبدا هكذا نزين بها الجنب ديال الحلوه ديالي. كيف ما لاحظتوا معايا كنبدا ندير دوك الدوائر وحده على وحده باش كيعطيني هذا الشكل هذا، اولا تقدروا ديروا غير دي غوزات هكذا من الفوق. بالنسبه لدوك لي طابليت ديال الشوكولاط راه غادي نديرهم غير في الجناب ديال الحلوه ديالي، لصقتهم هكذا بداك الكاناش ديال الشوكولاط، وكنبدا هكذا نوضع دوك لي بسكوي اللي عندي اولا دوك الانواع ديال لي بسكوي، كنعمر بهم داك الوسط كامل ديال الحلوه ديالي. صراحه شحال ما جات عامره هاد الحلوه بهاد الانواع ديال الشوكولاط وهاد الانواع ديال لي بسكوي، كتجي زوينه وكتجي راقيه اكثر. وبالنسبه لهذاك الورق الذهبي فغادي نحاول هكذا انني نوضعه غير في الجناب ديال الحلوه ديالي، وغنوضعه حتى شويه من الاسفل ديال هاد الحلوه هذه. وصافي كيكون هذا هو التزيين ديال الطورطه ديالي. هنايا بالنسبه لي كاب كيك فغادي نحاول هكذا انني نزولهم داك الفوقي اللي كيكون من الفوق مقبب باش كيجيوني هكذا مساويين، لانني غادي ندير واحد التزيين اللي كيجي مساوي ما كيجيش هكذا لا كريم مقببه. كيف ما لاحظتوا معايا كناخذ واحد الموس اللي كيكون مسنن وكنزول داك الزائد اللي من الفوق. وهنايا غادي نزين بهذا الكريم غاناش اللي عندي، نفس الكريمه اللي درنا بها لاير كيك غادي نزين بها. هذه الكميه اللي شاركت معكم راها كافيه باش تعمر لكم هاد 6 ديال لي كاب كيك وايضا ديك الحلوه كامله. وهنا بالنسبه للتشيز كيك من بعد ما تماسك لي داك الكلاصاج اللي درناه من الفوق غادي نبدا نزول دابا دوك لي ميني تشيز كيك من هذوك ليمون اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا معايا راه كندفع من الاسفل للفوق، يعني ما كتهودوهمش لتحت، كتدفعوا من الاسفل كتبداو تطلعوهم للفوق باش كيجيكم هكذا داك كيجي الشكل ديالهم مقاد وكيبقاو هكذا محافظين على الشكل ديالهم. غير بشويه البنات، لان الا ضغطوا عليه بزاف راه يقدر يتفرتت لكم داك البسكوي اللي من الاسفل، لان صراحه راه كيتفرتت واحد شويه وصافي ماشي بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطلبيه ديالي من بعد ما ساليتها الحمد لله. ما خداتش مني بزاف ديال الوقت، خدات مني نصف يوم فقط، يعني الحمد لله هادشي كان فيه شويه ديال الخدمه ولكن انا ما خداش مني بزاف د الوقت. بالنسبه للحلوه ديال لاير كيك صراحه جات رائعه، الكليانه عجبتها بزاف. وهنا بما انها كانت مناسبه خاصه فزت عليها من الفوق هذاك مسيو اي مدام كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لهاد الحلوه هذه فكان فيها كيلو 700 غرام، انا خرجتها ب 250 درهم. لي تشيز كيك صراحه كيجيو روعه، جربوا مع البنات وردوا عليا الخبر، شي حاجه رائعه. الكريمه كتجي متماسكه ديال تحميره الوجه.
بالنسبه للثمن ديالهم فخرجتهم ب 15 درهم للحبه، لان صراحه راه كبار ماشي صغار بزاف. وبالنسبه لي كاب كيك خرجتهم ب 8 دراهم للحبه، حتى هما في الاخير زينتهم بالطريف ديال هذا الورق ديال الذهبي، حتى هما جاو رائعين. انا هنا خدمت هذه الكميه قليله لان كانوا ناس قلال، يعني غير السيده مولات الدار ووليداتها. بالنسبه للاخوات الجزائريات فغنخلي لكم ان شاء الله الاثمنه لتحت في صندوق الوصف. الفيديو ديالي هنا غادي يسالي، نخليكم دابا الى فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.